أهلا بكم في الحلقة الثالثة من سلسلة شمال إفريقيا مقبرة الإمبراطوريات. اليوم نحن على موعد مع واحدة من أعظم الملاحم في تاريخ البشرية، الحروب البونيقية، الصراع الملحمي بين قرطاج وروما، صراع العمالقة الذي استمر لأكثر من قرن وغير مسار التاريخ للأبد. في القرن الثالث قبل الميلاد كانت قرطاج المدينة الفينيقية المزدهرة سيدة البحر المتوسط الغربي، بأسطولها البحري المهيب وتجارتها المزدهرة وبراعتها في الدبلوماسية. أصبحت قرطاج قوة لا يستهان بها. ولكن في الجهة الأخرى من البحر كانت روما الجمهورية الناشئة تنمو بسرعة مذهلة، تتطلع إلى التوسع وتحقيق الهيمنة. بدأت الحروب البونيقية عام 264 قبل الميلاد. السبب الظاهري كان النزاع حول السيطرة على جزيرة صقلية، ولكن الحقيقة أعمق من ذلك بكثير. قرطاج وروما كانتا تتنافسان على النفوذ والسيادة في البحر المتوسط. الحرب الأولى كانت صراعاً بحرياً بالأساس. رغم تفوق قرطاج البحري، تمكنت روما من تعديل موازين القوى عبر الابتكار. اخترعوا الغراب، وهو جسر يسمح لجنودهم بالاشتباك على متن السفن القرطاجية. بعد معارك طاحنة انتصرت روما وأجبرت قرطاج على التنازل عن صقلية ودفع تعويضات باهظة. لكن قرطاج لم تكن لتستسلم بسهولة. قاد الجنرال العبقري هانيبال برق الحرب البونيقية الثانية، وهي الأكثر شهرة. في عام 218 قبل الميلاد قام هانيبال بمغامرة لا تصدق عبر جبال الألب مع جيشه وأفياله الحربية، متحدياً كل الصعاب. كانت تلك المسيرة أعجوبة عسكرية أذهلت العالم القديم. هزم هانيبال الجيوش الرومانية مراراً، وألحق بها هزائم ساحقة مثل معركة كاناي التي لا تزال تدرس في أكاديميات الحرب حتى اليوم. لكن رغم عبقرية هانيبال عرفت روما كيف تصمد. قاد الجنرال الروماني شيبيو الإفريقي حملة مضادة، نقل الحرب إلى قلب الأراضي القرطاجية. في معركة زاما عام 202 قبل الميلاد حقق شيبيو نصراً حاسماً. أجبرت قرطاج على توقيع معاهدة مذلة تخليت بموجبها عن أسطولها وقوتها العسكرية. ورغم ذلك لم تنتهي قصة قرطاج. بعد 50 عاماً اندلعت الحرب البونيقية الثالثة. كانت روما مصممة على القضاء على قرطاج تماماً. بعد حصار دام 3 سنوات سقطت المدينة عام 146 قبل الميلاد. دمرت قرطاج بالكامل وأحرقت حتى الأرض. ويقال إن الرومان رشوا حقولها بالملح كي لا تنبت مجدداً. لكن هل حقاً انتهت قرطاج؟ ربما دمرت المدينة، لكن روحها وتراثها ظل حياً. أثرت الحضارة القرطاجية على الثقافة الرومانية نفسها، وتركوا بصمة لا تمحى في تاريخ البحر المتوسط. انتهت الحروب البونيقية بسقوط قرطاج، لكن ثمن النصر كان باهظاً. أثبتت هذه الحروب أن الطموح بلا حدود قد يؤدي إلى التدمير المتبادل. إنها تذكير بأن القوة العظمى دائماً ما تواجه تحديات، وأن التاريخ يعيد نفسه لكن بأشكال مختلفة. شكراً لمتابعتكم أعزائنا المشاهدين. إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة لتصلكم كل الحلقات الجديدة. شاركونا آراءكم في التعليقات وأخبرونا عن المواضيع التي تودون استكشافها في المستقبل. نلقاكم قريباً في حلقة جديدة من شمال إفريقيا مقبرة الإمبراطوريات. إلى اللقاء.